نرجع تاني لفيديوهات الإدراك نزولا على طلبات الشباب. في حاجتين كتير جدا من الناس بيعملوهم سواء كانوا شباب أو كبار سن، ولو فكرنا فيهم لمدة بسيطة جدا حاجات كتير جدا هتتغير إن شاء الله. أول حاجة، ليه لما حد بيرفضك وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك كل اللي بيكون شغلك إنك ترجع تاني وتصرف كل اللي تعبت فيه على نفس الشخص؟ بتحاول تثبت إيه لمين؟ القاعدة بسيطة جدا وكتير جدا من الناس عارفينها وحافظينها، لكن للأسف قليلين جدا اللي بيعملوا بيها. اللي ما جربش معاك التعب والاحتياج ما ينفعش يجرب معاك اللذة والراحة. قاعدة بسيطة جدا، مش عاوز تصدقها ليه؟ لازم يعني تلاقيها مكتوبة على جدار في معبد أو على مسلة علشان تصدقها. ما يستاهلش إنه يجرب معاك اللذة والراحة، لكن للأسف لو أنت ما اتعلمتش الدرس وعملت ده تاني يبقى أنت اللي تستاهل اللي يحصل فيك. السؤال هنا، حصل ولا ما حصلش؟ الحاجة التانية، لما يجي إنسان يقول فيك حاجة مزعلاك، أنت عارف إنها مش موجودة وزعلان من كلامه، ورديت عليه قلت له كلامك ده ولا يفرق معايا أصلا. طيب أنت لما رديت عليه وقلت له كلامك ولا يفرق معايا أصلا، بتعيش ليه نص عمرك بتحاول تثبت عكس اللي قاله، ودايما طول الوقت مشغول إزاي تقدر تخرج كلامه من دماغك؟ بتحاول تثبت إيه لمين؟ الحل لما تقول له كلامك ولا فارق معايا أصلا، يبقى فعلا مش فارق معاك ولا سايب جواك أي أثر، أو وقتها تطلب منه إنه يعتذر لأنه غلط فيك. غير كده فأنت الجاني والضحية. والسؤال هنا، حصل ولا ما حصلش؟ فكر في الكلام ده كويس. سلام.